السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكده 3 مباريات ختمنا الجولة السابعة من الدوري الممتاز. كان متبقي 3 مباريات، سيراميكا والمصري امبارح، مباراة كبيرة من الفريقين. الشوط الأول خرجوا بدون أهداف، وطبعا لازم ندي المصري وسيراميكا حقهم إن فرقتين من أفضل فرق الدوري اللي بيلعبوا كورة جماعية وبيلعبوا بتكتيك. كابتن أيمن الرمادي كابتن علي ماهر، 2 مدربين محترمين، بيلعبوا كورة كويسة. تقدم زلاكا بهدف لسيراميكا في الدقيقة 53 مع بداية الشوط الثاني أول 8 دقايق، ويقدر صلاح محسن في الدقيقة 80 يتعادل بعد خروج خاطئ برأسية، بعد خروج خاطئ من محمود جاد، وضربة جزاء ضاعت لسيراميكا. بس في المجمل المباراة كانت قوية جدا من الفريقين، عندهم مجموعة لعيبة كويسة طبعا. فقدروا يخرجوا نقطة هنا ونقطة هنا. كان في مباراتين النهارده، مودرن سبورت والاسماعيلي، سلبية في كل شيء حتى الكورة. يعني مباراة ضعيفة فنيا. كان في فرصة ولا 2 كده من الاسماعيلي وواحدة من مودرن، واستحواذ لمودرن بدون نتيجة، ولا شفنا اي حاجة في المباراة دي. كما انتهت مباراة مودرن والاسماعيلي. ثم المباراة الاخيرة غزل المحلة والبنك الاهلي في المحلة، مباراة جميلة وسريعة من الفريقين. طبعا كابتن طارق مصطفى مدرب كويس برضو، كابتن شوقي غريب مدرب خبرة. قدر ياو النور يحرز هدف في الدقيقة 6. النجم ياو النور لعيب بصراحة يا جماعة، لعيب جامد جدا وعامل فارق مع فرقة البنك في الدقيقة 6. وضغط المحلة بكل قوته بصراحة. طلعوا الشوط الأولاني 1-0، والشوط الثاني حول المحلة، لكن بدأ يقفل كابتن طارق مصطفى ويحافظ على الهدف عشان يخرج ب3 نقاط يحطوه في حتة كويسة في جدول الدوري، يوصل 8 نقاط. طبعا البنك كان قبل المباراة دي يا جماعة، كان قبل الأخير يعني في فرقة زي البنك والميزانية بتاعتهم واللعيبة اللي عندهم ما ينفعش تبقى في المكان ده. وقدر يخطف 3 نقاط من محلة اللي ماشي كويس وعنده 9 نقاط، قدر يخطف منه 3 نقاط مهمة اللي يحط نفسه في مكانة كويسة في الدوري. وبكده ختمنا الجولة السابعة بأكملها، وبإذن الله في مباراة الكاس، وبعد كده هنواصل مباراة الدوري القوي جدا اللي أنا شايفه هيبقى استثنائي في كل شيء، في إثارة كده وكله قريب من بعضه. فبإذن الله يطلع موسم كويس يليق بالكرة المصرية. ومباراة الكاس للدور ال 32 بإذن الله نتابعها ونتكلم عنها لحضراتكم. السلام عليكم.